الجمبري المخلل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في مكان جديد. احنا النهاردة في السوق الأخضر، واحد من أهم المزارات في مدينة الماطي. السوق الأخضر هو سوق شعبي بيتباع فيه هدايا، بيتباع فيه المكسرات، كل ما يخص البيت الكازاخي وبرضه بيخص السياح. أول حاجة تعالوا نتفرج. ده على المدخل كافيه معمول على شكل خيمة. دي الخيمة الكازاخية، كانت زمان بتكون بالشكل ده. تعالوا. شايفين الرسومات؟ زمان الكازاخ كانوا بيعيشوا في الخيمة دهية، والخيمة دي ليها ميزة ان هي بتكون سميكة جدا علشان تحميهم من البرد، وكانت طبعا بتتشال وتروحوا بيها اي مكان. اول ما بتدخل على السوق بيبتدي معاك الجزء بتاع المكسرات. تعالوا نتفرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. From أخي إيش؟ محمد صلاح. محمد صلاح. I Cairo, you have company, you know? I Cairo. When you come to Cairo, I call Cairo. me. خير good. خير. إن شاء الله. عمر ماموش. مرموش. يا كده انت My مذاكر. friend. الجزء الثاني بعد المكسرات بيكون جزء الفواكه. اشهر فاكهة موجودة في الماطي اللي هي التفاح. التفاح اللي هو الالما والابورت. تعالوا نتفرج عليه. كازاخستان مشهورة بالتفاح ده خالص. بعدين بندخل على الجزء الأجمل في الموضوع كله، هو ركن اللحوم. كازاخستان هنا الناس بتاكل لحم الحصان، فتعالوا نتفرج. لحم الحصان هنا من اشهر الاكلات الموجوده في كازاخستان. الاكله اسمها بشبرماك، بتتعمل من الفطير ولحم الحصان عليه البطاطس. دي برضو طبعا من اشهر الاكلات، اللي هي الامعاء بتاعه الحصان، بيحطوا فيها لحمه ويقطعوها وبتتحط برضو على اكلتهم الشعبيه اللي هي البشبرمه. الناحية التانية بيكون ركن الأسماك. وهنا الركن الأخير بيكون ركن الشاي. عندهم أنواع كتير من الشاي موجود هنا. بعض الأعشاب بتتزرع في أعالي الجبال في مدينة الماطي، بيعملوا منها شاي. بيقولوا إن هو بيخفف وبيقلل الآلام ويقلل التوتر وحاجة زي كده. ممكن تجربوه بنفسكم.
برتقال. Small? Small. 7,000. Same. 5 euro. وده جزء متخصص بالألبان هنا في كازاخستان، والناحية التانية سلطات. السلطات أول مرة تشوفها، والأجبان بتتعمل بطريقة برضو أول مرة تشوفها. ده أكلة شهيرة جدا هنا، بياكلوه زي الملبس، اسمه الكورت. ده جمبري، ودي مجموعة سلطات معمولة بشكل عجيب. يعني أنا مصمم إن أنا أدوق حاجة فيهم. وتاتا سكولكا وجوزتا. Может быть, я Марина? الست ما رضتش تاخد فلوس. أنا أول مرة أدوق الجمبري المخلل. طعمه جميل جدا، معرفش ليه، يمكن عشان ما دفعتش فلوس، بس هو حلو جدا. Телефонны покойдыра, денесіне кышмачып кетті. Саряз емес. صورت olsun. Abi de suratta aklı veriş gerek ki. Resmi. وهنا الركن الخاص بالهدايا والسوفونير، في كل حاجة مرتبطة بالعادات والتقاليد الكازاخية. تعالوا اتفرج عليها. ودي الطاقية بيلبسوها الرجالة في أوقات الصلاة وفي المناسبات. ما تنساش لما تيجي مدينة الماتي في كازاخستان تزور السوق الأخضر.